السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأول المتوسط. موضوعنا اليوم حل تمرينات المعرف بالإضافة، فخلونا نبدأ وياكم على بركة الله. التمرينات صفحة 118، ونبدأ بالتمرين الأول. أجب عن الأسئلة الآتية: أليف، ما المقصود بالمعرف بالإضافة؟ الجواب: هو اسم نكرة اكتسب التعريف من إضافته إلى اسم معرفة. باء، ما الأسماء المعارف التي يضاف إليها الاسم النكرة مع مثال لكل منها؟ الجواب: أولا العلم مثل كتاب الله مبارك. ثانيا المعرف بال مثل حديقة المنزل واسعة. ثالثا الضمائر المتصلة مثل كتابي جديد. رابعا أسماء الإشارة مثل اشتريت دار هذا الرجل. خامسا الأسماء الموصولة مثل حقيبة الذي سافر ثقيلة. إلى هنا طلاب خلصنا التمرين الأول. التمرين الثاني: اجعل كل اسم من الأسماء التالية مضافا إليه وبين نوعه. التمرين الثاني منطينا أسماء يريد منا نخليه بجمل ويصير مضاف إليه. نسوي جدول. الكلمة مضاف إليها نوعها. أولا عصام، نخليه بجملة قلم عصام جميل. هنا نوع علم. ثانيا الكاف، نخليها بجملة صديقك مخلص. هنا نوع ضمير. ثالثا هؤلاء، نخليه بجملة عمل هؤلاء المهندسين متقن. نوع اسم إشارة. رابعا التي، نخليه بجملة كتاب التي نجحت عندي. نوع اسم موصول. خامسا الأدب، نخليه بجملة كتاب الأدب ممتع. نوع معرف بال. إلى هنا طلاب خلصنا التمرين الثاني. التمرين الثالث: ضع في الفراغ مضافا إليه بحسب ما هو بين الأقواس. أليف هواء فراغ البلدة نقي. اسم إشارة، نخلي هذه للمفرد مؤنث. باء استعرت كتاب فراغ فاق في الامتحان. اسم موصول، نخلي من للمفرد مذكر. جيم بعلم فراغ وعمل فراغ نخدم وطننا. ضمير، نخلي بعلمي وعملك نخدم وطننا. دال دكان أبي فراغ قريب من دارنا. اسم علم، نخلي محمد أو نخلي حسن أو أي اسم يعجبكم. ها نلعب الكرة في ساحة فراغ معرف بال، نخلي المدرسة. إلى هنا طلاب خلصنا التمرين الثالث. التمرين الرابع: ضع في الفراغ مضافا مناسبا واضبط حركة آخره. طلاب التمرين الرابع منطينا جمل وبيه فراغات، يريد منا نخلي مضاف. هنا
نراعي حركة المضاف وموقعه. أعجبت بفراغ القصيدة لوضوحها وجمالها. بألفاظي نخلي عليها كسرة لأن اسم مجرور. فراغ الوطني مقدس، نخلي تراب وفوقها ضمة لأن مبتدأ. جيم كان فراغ هذا العامل متقن، نخلي عمله لأن اسم كان مرفوع. دال يلقى المذنب فراغ الذي يقترفه، نخلي جزاء وفوقها فتحة لأن مفعول به. إلى هنا طلاب خلصنا التمرين الرابع. التمرين الخامس: استخرج الاسم المعرف بالإضافة والاسم الذي أكسبه التعريف مبينا نوعه. التمرين الخامس منطينا جمل يريد منا نستخرج المضاف والمضاف إليه ونبين نوعه. نسوي جدول المضاف إليه نوعه. أليف قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أليف عندنا بيها قول التي نوع اسم موصول، وعندنا زوجها الهاء نوع ضمير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإنسان أخو الإنسان أحب أم كره. عندنا بيها رسول الله نوع علم، وعندنا أخو الإنسان نوع معرف بأل. جيم قال الإمام علي عليه السلام: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. عندنا بيها أهل الجهل نوع معرف بأل، وعندنا أهل العلم نوع معرف بأل. دال قال الفرزدق: هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. دال عندنا بيها ابن فاطمة نوع علم، وعندنا بجده الهاء نوع ضمير، وعندنا أنبياء الله نوع علم. الماء من نعم الله وترشيد استعماله وسيلة لشكره هذه النعمة. عندنا بيها نعم الله نوع علم، وعندنا استعماله الهاء نوع ضمير، وعندنا لشكر هذه نوع اسم إشارة. عمل الأطفال القاصرين جريمة بحق الإنسانية. دال عندنا بيها عمل الأطفال نوع معرف بأل، وعندنا بيها بحق الإنسانية نوع معرف بأل. إلى هنا طلاب خلصنا موضوعنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.